أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قبل واعلم أنه بقدر رعايته. طيب يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. الإخفاق الذي هو ضد الظفر، إنه بطبيعة الحال أتى بلفظ النجاح والفلاح وقابله بالإخفاق. فبقدر رعاية حرمة الشيخ يكون النجاح، وبقدر التفريط في هذا الأمر يكون الإخفاق. الإخفاق الحال وضد النجاح هو عدم الظفر والاضطراب والتولي، كل هذه المعاني من معاني الإخفاق. نعم. تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. إذا لما أمر المصنف رحمه الله تعالى طالب العلم أمره بالتواضع ورعاية حرمة الشيخ، لكن هذا يكون وسط بين طرفين، بين الغلو وبين الجفاء. فلا يكون الطالب ذا جفاء مع شيخه ولا يكون غاليا فيه. فقال: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم. ولا شك أن الأعاجم، وهذا يرى من زار مثلا بلاد المشرق وبلاد الحرم، ورأى الأعاجم كيف يتعاملون مع العرب، وخصوصا مع طلبة العلم والمشايخ، فإنهم يكادون يعاملونه معاملة الأرباب بكثرة الانحناء والتكبير كما أشار هنا المصنف رحمه الله. لكن هذه الصفة وإن كانت هي صفة عند الأعاجم لكن توجد عند العرب، عند بعض مثلا مريدي التصوف. فقال: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم أولا، ثم الطرقية وهي نسبة إلى الطرق يعني الصوفية، والمبتدعة الخلفية، لأن وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال: من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، بمعنى أن الآداب الذي هو خارج عن الشرع لا يمكن أن يسمى أدبا. قال: من لحس الأيدي، يعني من كثرة التقبيل وكذا، وتقبيل الأكتاف، والقبض على اليمين باليمين والشمال. يعني تجمع بعض الناس لما قالوا يصافح، وهذا ترون مثلا عند من التبليغيين الذين تأثروا بالدعوة يعني المشركين اللي هي بلاد السين، الذي تجد مثلا بغى يصافح مثلا شي واحد كيشد على اليمين وعاود كان يدعى هذيك التأويل، هذاك الشيء ما عرفش كيزيدوها، لأنه المصافحة في اللغة العربية هي وضع صفحة اليد على صفحة اليد، ومثله المعانقة وضع يعني صفحة العنق على صفحة عنق يعني المعانق. إذا هذا كذلك ليس من السنة وليس من الأدب. قال: كحال تودد الكبار للأطفال
وللحناء عند السلام كذلك غير مشروع. الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في الصحيح قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدنا يلقى أخاه أيقبله؟ قال: لا، إن التقبيل هذا غير مشروع. إن التقبيل إما أن يكون تقبيل شهوة، وهذا لا يصح ولا يحق إلا من الزوج لزوجته أو للزوجة لزوجها، وإما أن يكون تقبيل رحمة، هذا يكون مثلا مع الأطفال الصغار، وإما أن يكون تقبيل احترام، وهذا خاص بأهل العلم لكن في حدود معينة. لأنه ثبتت الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقبلون يد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا قاس أهل العلم تقبيل يد العالم، لكن أن لا يصير ذلك قلوبا. فقال: كحال تودد الكبار الأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة، يعني من التخاذل وليس من العزة وكرامة النفس كسيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. لأن السيد والمولى هذا لا يطلق إلا بين السيد وعبده ومولاه، لأن المولى لفظ مولى يطلق على السيد ويطلق على العبد. كلام واضح في الفقه. طيب، وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير. العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري، متوفى سنة 80 و300 وألف، رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السير. نعم. يعني قال: انظر، إن بغيت ترجع إلى يعني كتاب البصائر لمحمد البشير إبراهيم، هذا معروف من الدعاة العلماء الجزائريين الذين كانوا يعني عاصروا فترة الاستعمار، وله رسائل كلها رسائل علمية. إذن النقطة 19. الأمر 19: رأس مالك أيها الطالب من شيخه. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذ. عندنا مسألة القدوة وعندنا مسألة التلقين والأخذ المادة العلمية. يعني يشير المصنف على أن الطالب يستفيد من شيخه أمرين اثنين. الأمر الأول أمر القدوة، يعني ملاحظة سمت الشيخ، يعني في كلامه، في سمته عموما، في جلوسه، في مثلا جوابه، في كل تعامله سواء مع الناس أو مع طلبته. فينبغي للطالب أن يلحظ من هذه الملاحظة، وهذا هو كما يقول المصنف هنا هو رأس مال الطالب. أما المادة العلمية التي تأخذها من الشيخ فهو ربح زائد. فالحال كل عاقل لا يمكن أن يعتني بالربح وينسى رأس المال، أو أن يفرط في رأس المال. يعني لا يعقل أن يعتني الإنسان بالربح ويجعله هو اهتمامه ويترك رأس المال. فرأس المال هو الأدب. إذن لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشر. هنا إما أن نقرأها لا يأخذك فتكون اللام نافية، وإما أن نزل كلا الوجهين صحيح، أو لا تأخذك وتكون اللام ناهية. إذن لكن لا يأخذك لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة. هنا بان لنا المرجح، أي اللامين هذه هي النافية أم الناهية؟ الصواب أنها ناهية. لماذا؟ لأنها وقعت هي وقعت فعلا جملة، وقعت فعلا للشرط، ثم إن الفاء الذي جاءت في الجملة يعني الأخرى هي فاء السببية، فوجب نصب الفعل بعدها، فنقول فتقع.
وهذا لا يكون إلا إذا سبقت الفاء أسلوب إذا سبقها أسلوب من أساليب الإنشاء كالأمر والنهي وما إلى ذلك. إذن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري. لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري. وكل ما ينظر إليك يدري فلا تقلده بصوت ونغمة. الناس يلحظون أنت كيف تتعامل مع شيخك بأسلوب هو عال عن الأدب، وإن كنت أنت تظنه أنه أدب، فإن كنت أنت لا تنظر فإن الناس ينظرون، وإن كنت لا تلاحظ فإن الناس يلاحظون. هذه المسألة ينبغي أخذها بعين الاعتبار. يقول فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة. بعض الطلبة يحاول أن يكون نسخة طبق الأصل لشيخه، وهذا بطبيعة الحال غير محمود. لماذا؟ لأن الطبائع تختلف، وشخصية الإنسان أو كل إنسان تختلف شخصيته عن شخصية شيخ الإنسان الآخر من عدة وجوه. فأنت إذا جعلت نفسك نسخة مطابقة للأصل من شيخك تكون في كل شيء كشيخك، في لباسه، في مشيته، في كلامه، فلا يكون لك امتياز. لا تأخذ من شيخك الشيء المفيد، أما أن تأخذ كل شيء من الشيخ فلا. كما قال هنا كما الناس يقلد حتى صوت الشيخ، حتى نغمته مثلا في القراءة، هذا لا يكون محمودا، لأن هذا التقليد نحن أصلا نهينا عن التقليد. ثم التقليد فيه آفات، قد يكون الشيخ يفعل الشيء إما سهوا إما خطأ إما جهلا إما اجتهادا فيكون معذورا، ولكن أنت إذا قلدت قد لا تكون معذورا. فلهذا تأخذ الصفو وتدع القضاء، ولا بد أن تكون لك شخصية تميزك. الآن مثلا حتى في وقتنا كم من مثلا علماء لهم طلاب، هل الطالب دائما كل الطلاب خصهم يكونوا نسخة من أصل الشيء؟ لا يمكن، لكن يأخذون مجمل معظم الأمور، لكن لا يقلده في كل شيء. قال فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. الأمر 20 نشاط الشيخ في درسه. يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. هذه نقطة مهمة تلاحظونها في المجالس. يقول يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه، كيف يكون استماع الطالب لشيخه، إن كان بالنباهة، إن كان بالملاحظة، إن كانت الاستعداد نفس، فينشط الشيخ في إلقاء الدرس. أما إذا كان هذا يتثاءب وهذا ينام وهذا يبحث في جواله وهذا ينظر إلى سقف البيت وهذا أي نشاط سيكون للشيخ. فقال يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه، كما كنقول هنا دارج نفسه يكون جمع راسه. لأن الطالب لما يرى مثلا الشيخ لما يرى الطالب هيئته ليست هيئة المستمع، الحال ما غاديش يستمر. فقال وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. عاود يقول يحس الشيخ أن الطالب على نفس الموجة، ماشي واحد في الموجة الطويلة والآخر في الموجة القصيرة. وهذا الأمر عاود نقول لا ينبغي أن يكون في ذلك غلو.
عاد كتلقى مثلا بعض الطلبة اللي كيبغي يبين بأنه الشيخ بأنه راه ماشي معاه في نفس الموجة، ولكن بزاف كما قال هذا الشيخ أبو عبيدة المراء الشبه، هذا اللي يضحك مازال ما عاودناش. شي واحد جالس في الدرس ولا داير الدرس وهذاك الطالب مرة أنا عانس لا ما راه داكشي اللي كتقول لها معاه هو يقول لي على القوى ناعس يعني شوية لا إفراط ولا تفريط. زيد سيدي. وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه، لأنه أنت المحروم إذا ما عرفتش أنت كيفاش تحرك مثلا الشيخ كيفاش تجبد المعلومات اللي عنده فأنت ستكون المحروم. قال بالكسل والفتور والاتكال، إن مجلس العلم ماشي مجلس اتكال، أنت ماشي باش نجلسوا حنا نشربوا القهوة ولا نشربوا أتاي، لا، مجلس العلم لابد أن تكون له جسد قوى، يعني وقار واحترام وهذا. قال وانصراف الذهن وفتوره، لأن أحيانا كتحس مثلا واحد مثلا جالس عايش على مخبر ما هوش مع نهائيا، هذا يقع. فلهذا الإنسان ينبغي أن يفعل في هذا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله زيد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. هذا بالمناسبة في كتاب الجامع لابن عبد البر رحمه الله ذكر أثرا أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه رحمه مر على قوم عرفوا، مر على عالم يحدث أناسا مثل ما نتكلم نحن عنه، فقال له: أتقلد الدر في أعناق الخنازير؟ يعني كأن هذا الشيء الذي أنت تتحدث به أو تحدث الناس به هؤلاء ليسوا أهلا. قال: أتعلق الدر؟ ما معنى الدر؟ الياقوت والجواهر كذا. قال: أتعلق الدر بالدال في أعناق الخنازير؟ يعني الخنازير يعني لو علقت الدر في أعناقهم يعني لا يستفيدون، بمعنى أن أحيانا مثلا أناس لا يستحقون تعليما أو فنا أو درسا أو كلاما، لا شك، لأنهم كما قلنا قد يكون فيهم العيب في أصلهم. إذا قلنا فإذا رأى المحدث بعد الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. نعم، الإنسان المتحدث دائما يرمق الناس، ينظر إليه، إذا رأى فيهم نشاطا في الاستماع يستمر، فإذا رأى فيه مثلا شغلا أو انشغالا أو عدم اهتمام فليقطع كلمة. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. نعم، فانزع. فإذا رأيت منهم فترة فانزع، فأقلع، فانتهي. شوف الناس إذا كانوا مازالش كيشوفوا فيك وانتبه هذا، شفت كل واحد فين كما حضرنا الحين واحد المرة في واحد المناسبة أحد الإخوة داير كلمة والناس ما غاديش شي طالع شي هابط شي كيقزل الكيسان شي وهو ماشي الكلمة. يعني أحيانا طلب بأن مثل هذا الكلام لا يفيد الناس. علاش؟ لأنه الناس ما مهتمينش كاع أصلا مبسوطين كاع الخبر، أنت تعرض بضاعة هي أعظم بضاعة، هي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن ماشي كتبرح في السوق ولا مثلا كدير ريكلام ولا كدير، أنت عندك علم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يهدى وأن يعطى إلا لمن يستحق. ولهذا الذي لا يرث لا يعطى من الإرث حتى اللقيط ولو كان من مائك لا يرثك. علاش؟ لأنه
لا يستحق، لأنه لم يأتي من أصل صحيح. هي الأمر 21 الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. نعم. وهي تختلف، ولهذا أدب وشرط. أدب وشرط. يعني الكتابة عن الشيخ مثلا إذا كان الشيخ يحدث والطالب يريد أن يكتب، قال هذا يختلف من شيخ إلى آخر. بمعنى هذا طرح الحين حتى في المدارس وفي الجامعات وفي بعض المعاهد، مثلا من المدرسين من هو يملي فينبغي لك أن تكتب وهو يملي، يعني معناه أنت ينبغي أن تكون سريع الكتاب، أو أن تضع مثلا رؤوس أقلام ثم بعد الدرس تجمع بين هذه الرؤوس فتكون الكلام الذي كان يتحدث عنه. كما مثلا في اللقاءات الصحفية على سبيل المثال، الصحفي لما كيكون مثلا واحد عنده صحفي كيبقاش هو ينتظر الناس عاد يكتبوا له، يعني هو يتكلم. فهناك فن في كتابة الصحفيين كيف يكتبون مثلا الكلمات مختصرة جدا، لكن بعد مثلا نهاية المؤتمر أو اللقاء الصحفي أو غير ذلك يجمعون المادة كلها كما قيل. فأحيانا مثلا المدرس لا يتوقف، فيكون على الطالب أولا أن يكون سريع الكتاب وأن يكون حسن الخط، يعني أحيانا يبقى يكتب بزاف حتى خطه ما يعرفش يقرأ. إذا هنا غادي نشوف باب مسألة الخط كيف يحسن الطالب ولابد أن يحسن خطه. علاش؟ لأنه من بعد فاش تبغي انت تحرر ينبغي تكون عارف انت الخط والكلمات اللي كتبت وكيف تربط بين هذه الكلمات. احيانا مثلا الشيخ يلقي الدرس، لكن بعد الدرس مثلا يعطيه مختصرا، يختصر الدرس مثلا في نقاط على سبيل المثال. او احيانا يترك فرصه للطلبه يكتبون مثلا بعض الفوائد وما الى ذلك. هذا معنى كلام المصنف أن مسألة الكتابة في الدرس أو حال الدرس تختلف من شيخ لآخر. يعني ربما حين بعض الشيوخ مثلا إذا رآك تكتب وهو يتكلم يغضب، قلت لا أنت الآن استمع. لكن بعد الدرس إذا عندك مثلا سؤال ما فهمت مسألة أو تريد أن تكتب شيئا أو كذا فأعلمني. إذن قال ولهذا أدب وشرط. شرط لا بد منه. أما الأدب فهو مما يحلي هذه المسألة. قال أما الأدب أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، يعني قد تخبره قبل أن تكتب أو أنك تخبره بعد ما تكتب، فتقول كتبت عنك كذا وكذا وكذا، يعني هل ما كتبته مثلا صحيح؟ يقول هذا من باب الأدب كأنك تستأذنه. وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، بمعنى أن هذا الشيء الذي كتبته تقيده بأنه سماع منه كلامه. يعني هل يحتاج هذا الأمر إلى مراجعة؟ هل يحتاج مثلا إلى تحقيق؟ فيكون هناك أدب بين الطالب وبين الشيخ. عندنا نقطة موسعة هذه موضوع الأسبوع المقبل، لأن ربما تحتاج إلى نوع من الكلام فيها، وهو التلقي عن المبتدع. يعني باش ما ندخلوش في النقطة ولا يعني نكملها فنرجعها إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله إلى الرياض. إذا لازلنا مع حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك الذي تخلف في هذه الغزوة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتخلف مع مجموعة من المنافقين واثنين من خيار الصحابة رضوان الله عليهم وهما مرارة بن الربيع 22 وهلال بن أمية الواقفي. وقد حكى كعب ما جرى له قبل
أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصار، وما ذكره إلا حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، فقال ما فعل كعب، فقال رجل من القوم الذين هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني طاعن في كعب، قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، ثم يعني تكلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى دفاعا وردا لغيبة كعب بن مالك، فقال يعني بئس ما قلت فوالله ما نعلم عنه إلا خيرا. أظن قلنا عند هذا لأنه نقول لا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سرابا أو رأى رجلا مبيضا يزيل به السراب، فقال رسول الله كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة أرسلكم، هذا اسمه سعد بن خيثمة وهو الذي تصدق بصاعد. لا هنا وقفنا. ها؟ اعتذر يوافي مسلمان. نعم. قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، أي حتى يقضي الله في أمرك. طيب يلا سيدي، من يقرأ؟ ليس هناك، لا يوجد قارئ غيركما. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، بما اعتذر به السبب الذي اعتذر به المخلفون، بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل الإنسان إذا أذنب ذنبا قد يتلبس به إما شياطين الإنس وإما شياطين الجن، وشيطان الإنس يكون مدفوعا من شيطان الجن. فكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه رأى أنه أذنب ذنبا ما أذنب مثله، فلهذا راودته نفسه أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال أنا إذا خرجت يعني من هذا الذنب الآن وأنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب، فيوشك أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فقال أحسن حل هو أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. لكن شوف مثلا جاء هذا الرجل أو رجال فقال من بني سلمة يؤنبون كعب بن مالك، أي يلومونه، يقولون له لماذا لا تعتذر أنت كما اعتذر هؤلاء الناس وقد قبل عذره، ثم أنت هذا الذنب يمحى باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك، فإذا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفيك، يعني لماذا أنت يعني أوقعت نفسك في هذا الحرج؟ إذن فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله، يعني فقد كان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيك ذنبك، يعني بتقديم المعمول على العامل. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يعني هو متيقن أنه أذنب ذنبا وأن هذا الذنب يعني لا يغفره إلا توبة الله عز وجل. لكن عبد الله كرد السوق قال ربما كأنه ندم على ذلك الفعل الذي قام به مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت. يعني هم كذلك صدقوا الله ورسوله. نعم. وقيل لهما مثل ما قيل لك. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. نعم. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس. إذن هذا أول بداية البلاء في حق هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين أن يكلموا هؤلاء الثلاثة. وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الشرع في اصطلاح اللغة يسمى هجرا، وهو هجر الذي ما زال نصنص في النوع التقسيم الذي ذكرناه في أول يعني باب هجر العام. قلنا الهجرة أو الهجر ثلاثة أنواع، عندنا هجرة المكان وعندنا هجرة العمل وعندنا هجرة العامل. الآن في أي نوع هذه الهجرة أو هذا النوع من الهجرة والهجرة شيء واحد، هو هجر العامل. العامل الذي عمل منكرا يهجر، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، لأن هذا بحسب العامل نفسه وبحسب العمل درجة العمل. الآن التخلف الذي من أجله هجر الثلاثة، هل شاركوهم غيرهم؟ هل شارك هؤلاء الثلاثة غيرهم؟ نعم، أكثر من 80 من المنافقين. هل هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إن هنا نستفيد على أنه قد يعمل العامل عملا يهجر، قد يعمل رجل آخر نفس العمل ولا يهجر. إننا لا بد من طرح سؤال، لماذا هذا هجر ولماذا هذا لم يهجر؟ يعني هؤلاء بقي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم، وإذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم رد سلامهم، ربما سلم عليهم كذلك، صلى عليهم، عاد مرضاهم. فقط هؤلاء الثلاثة. إن هنا نأتي إلى ذكر مسألة، وهي أن هذا الهجر أو الهجر عموما هو على أنواع. وهذا الهجر الذي هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الثلاثة هو الذي يسمى عند أهل العلم بهجر التأديب، بمعنى أن المهجور يهجر لكي يؤدب. إذ نفهم من هذا أنه إذا لم ينفع معه التأديب بالهجر فإنه لا ينفع، ولهذا المنافقون لا ينفع فيهم الهجر، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. فمن مثلا رأى وهذه الرؤية لا بد أن تكون مبنية أولا على علم ثم على خبرة وتجربة وحنكة، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم، فيرى أن هذا الشخص ينبغي أن يهجر وأن الهجر سيفيده. أما إذا كان لا يفيده بل ربما هجره أدى إلى يعني أكثر مما هو فيه الآن، فهذا لا يهجر بل ينبغي أن يتأنف. إذن هنا قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، أي نحن الثلاثة.
من بين من تخلف، كل من تخلف لم يهجره النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثلاثة، كعب ومرارة وهلال. فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا يعني تغير حالهم معنا وتغير تعاملهم معنا في سلامهم، في كلامهم، في معاشرتهم، في تعاملهم عامة. نعم. حتى تنكرت لي في نفس الأرض، يعني حتى صارت الأرض وكأنها غير الأرض التي أعرف. هذا معنى حتى تنكرت لي نفسي الأرض، كأني أقول هل أنا في المدينة أم لست في المدينة؟ هل هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا سوق المدينة؟ لا. هل هذا أحد؟ يعني بقيت كنقول واش راني في هذه الأرض ولا راني في أرض أخرى؟ حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صحاباي لا فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما. قعد بفتح العين وقعدا في بيوتهما. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما. يعني لما رأى يبكي الرجلان يعني مرارة وهلال رضي الله تعالى عنهما ما رأيا من تعامل الناس قد مكثا في بيوتهما واستكانا، أي استقرا في بيوتهما وجلس يبكيان ليل نهار. وهذا فيه دليل يعني مع الكلام الذي سيأتي أنهما كانا من كبار السن. أما كعب فكان أصغر القوم وأسنهم، قال فكنت أشب القوم ليس أسنهم، يعني السن هذا في الكبار. قال وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني وأجلدهم يعني أصغرهم وأقواهم وأشجعهم، يعني ما يمكنش نبقى جالسين في الدار. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. أي أنظر إليه خفية. فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. يعني طبعا إذا لم يكن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، لكن إذا دخل في الصلاة يشعر ويحس أن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان الإنسان يصلي يعني قرب إنسان فصلى بجانبه، يعني حركات الإنسان التي تكون بجانبه يعني تلحظ حركته، تحس أنه نظر إليك، أنه حرك يده، حرك رأسه إلى غير ذلك. وإذا التفت نحوه أعرض عني. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة. يعني تصور الجدار أي تكلف صعود هذا الجدار، لأن التفاعل دائما فيه تكلف الفعل. تصور الجدار هنا معروف هو الحائط، فتصوره أي صعد فوقه بتكلف لأنه كان مرتفعا. حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة. الحائط هو البستان مش الجدار، جدار حائط، الحائط هو البستان. حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. لأن كل الصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم أن يهجروا هؤلاء الثلاثة وأن يبعدونه وأن لا يكلموهم ولا يسلموا عليهم، فامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تنكرت لهم الأرض، وكما قال الله جل وعلا عنهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نعم. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني. أنشدك بالله أي أسألك بالله. أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال
الله ورسوله أعلم. يعني ما قال لا أنت تحب ولا لا تحب، ما نفى ولا أثبت، قال الله ورسوله أعلم. نعم. تابع. قال رضي الله عنه: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت جدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام إذا نبطي من نبط أهل الشام. النبطي يعني هو الذي يحفر الآبار، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا بملك غسان. يعني هذا المصائب سبحان الله الآن في ذاك الزمان، أن هذا قد حل بعض كما يقول كعب بن مالك، هذا كان بعد مضي 50 ليلة، فوصلت الأخبار إلى بلاد الشام. يعني تبوك كما قلنا هي يعني في التقرير القديم كانت على 5 أو 13 مرحلة، والآن تقريبا 700 كيلو بين المدينة وبين تبوك، وتبوك هذه حدود الشام. فملك الشام وصله الخبر بسرعة، ثم أرسل هذا النبطي لهذا الرجل الذي كان يأتي إلى بيع الطعام، وأرسل معه هذا الكتاب، فقال: تابع. وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. هذا كتاب من ملك الشام إلى كعب بن مالك يقول له: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أي عاداك وقلاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مذلة. يعني لماذا تكون أنت مهينا ذليلا في هذه الأرض؟ تعال فالحق بنا نواسك. هذه من المساواة. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيمم. يعني هذا مما يدل على قوة إيمان كعب بن مالك الأنصاري. علم أن هذا من البلاء الذي ابتلي به، فقال: إن هذا من البلاء فتيممت، أي فقصدت. تيممت بمعنى قصدت أو اتجهت نحو تنور. تنور هو يعني مثل الفرن الذي يوقد فيه النار. فتيممت بها التنور فسجرتها أي أوقدتها بالنار، يعني الكتاب. حتى إذا مضت 40 من 50 واستنبت الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إذا رسول الله صلى الله واستنبت الوحي فإذا رسول الله. نعم. واستنبت الوحي فإذا معنى واستنبت الوحي أي تأخر الوحي ولم ينزل القرآن في هذا الشأن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. هذا بلاء ثالث. يعني بعد عداء الصحابة وهجرهم جاء كتاب ملك الشام، ثم بعده أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل ولا يطلق، بل يعتزل امرأته، وأمر كذلك صاحبه أن يعتزل نساءه. فقلت لامرأتي:
الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. طيب هنا فائدة فقهية. يعني الرجل إذا قال لفظا لامرأته يفهم منه الطلاق لكنه لا يقصد الطلاق، فهل تطلق المرأة؟ لا تطلق. نعم، هي لا تطلق. كذلك اللفظ المجمل أو اللفظ المشتبه إذا تلفظ به الرجل لامرأته قد يفهم منه الطلاق وقد لا يفهم منه ذلك. لأن مثلا هذه الكلمة الحقي بأهلك هذه كانت عند العرب تقصد بها الطلاق. إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال لها الحقي بأهلك صفر فتكون طالقة. لكن هنا كعب قال الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فعندنا قرينة نفهم بها على أن هذا اللفظ لم يقصد به كعب الطلاق، قال فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. أما لو قال لها الحقي بأهلك فهنا لا بد من استفسار القائل، قل لي ايش نقصد بهذه الكلمة؟ أتقصد الطلاق فتطلق امرأتك، لا تقصد الطلاق لا تطلق. وهكذا كل لفظ يعني يفهم منه الطلاق وغير الطلاق. طيب، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. يرخص الآن لهلال بن أمية الواقفي أن تبقى امرأته عنده بخلاف كعب، قال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله فيها الأمر. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء زوجة هلال معه ألا يقربها، بمعنى أن لا يجامعها. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره. هذا لا حاجة له في النساء أصلا. يقول من أول يوم وقع له هذا الأمر وهو يبكي، يعني ليس له رغبة لا في جماع ولا في شيء. منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد جاءوا أهله من الرجال قالوا له لماذا لا تطلب أن تكون امرأتك معك كما رخص لهلال ابن أمية أن تبقى امرأته معه. نعم. فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة. يبين لك صورة الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا في أدبهم، كيف كانوا في سمعهم وطاعتهم وامتثالهم وحبهم. يعني الآن هذا الرجل يعني يهجر أولا من عموم المسلمين 40 ليلة ثم يؤمر أن يفارق زوجته من غير طلاق ويستجيب في كل هذا الأمر، يعني هذا هو الأدب. طيب تابع. فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوت على ظهر بيت من بيوتنا. فهذا مما يدلك على أن هؤلاء الثلاثة كانوا من أكمل المؤمنين علما، يعني مع ما جرى له لم يتخلفوا إلا ما وقع الهلال مثلا في بيوتهم يبكيان وبكاؤهما يعني بكاء ندم وبكاء توبة، وهذا هو السبب الذي من أجله أتى المصنف بهذا الحديث. لكن كعب كما قال لما كنت أشب القوم وأجلدهم، يعني ما كان يفارق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يعني يترك الصلاة. فلهذا هذا الرجل أتى أكله
كما سنتفق عليه إن شاء الله. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ما في الحال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يعني هذه الحالة التي وصف الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى الآية، يعني هذه الحالة يقول ارجع إليها تفهم كيف كنا، وقد مضى ذكر شيء منها في هذا الحديث. يقول قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يعني حتى نفسه الذي هي بين جنبيه ضاقت عليه، مش على الأرض، أما الأرض على سعتها فقد ضاقت عليه كما قال عز وجل بما رحبت، يعني على يعني سعتها ورحبتها فقد ضاقت عليه، يعني ولا المكان الذي يوجد فيه وكأنه لا يوجد في هذه الأرض. الله المستعان. سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول سلع هذا جبل، يعني هو نهاية الحرم، أظن هل هو من الجهة الشرقية أو الشمالية ما أذكر الآن، لكن هو السلع هذا يعني جبل في حدود الحرم، يعني بعده الحل. نعم. يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخرجت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن ذكر أهل العلم أنه فيه استحباب أولا بشارة المسلم، وسيأتينا يعني نص آخر على أن المسلم إذا يعني مثلا أنعم عليه بنعمة كيفما كانت ظاهرة أو باطنة فيستحب بشارته، تستحب تهنئته، يستحب الدعاء له. فهذا رجل قيل إنه رجل إنسي وقيل إنه ملك في شرح الحديث، لأنه ما رأى الذي بشره، فقد سمع صوتا قال من أعلى، قال سمعت صوت صارخ أوفى على، يعني جاء على سلع اللي هو الجبل هذا، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، بمعنى أن هذه بشرى، والبشرى في الغالب تطلق على الخير وعلى النعمة، وإن كان قد تأتي بمعنى الشر والعياذ بالله تعالى. إذن فخرجت ساجدا وقلت وعرفت أنه طيب. فخرجت ساجدا فيه استحباب سجود الشكر، لأن هذا العمل الحال ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو بمجرد ما سمع البشرى خر ساجدا. والفعل إذا وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي وحي لا من كتاب ولا سنة إنكاره دل على مشروعية هذا الفعل، لأنه هناك قاعدة قاعدة أهل العلم في هذا الباب فقالوا لا يقر أحد على باطل في زمان التشريع. يعني لو عمل إنسان عملا كيفما كان ومضى زمن التشريع لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي لا متلو اللي هو القرآن ولا غير متلو، دل على مشروعية هذا الفعل. فكعب بن مالك بعدما سمع البشرى ماذا فعل؟ خر ساجدا مباشرة من الوقوف. وسجود الشكر لا يحتاج إلى طهارة ولا يحتاج إلى تكبير، لأن السجود هذا فعل فقط، اللي هو فعل السجود أن يكون الإنسان على هيئة الساجد، وهو السجود على 7 أعظم. وهذا السجود كذلك لا يشترط له اتجاه القبلة، إنه ليس بصلاة. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. الفرج يكون بعد الضيق. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة. هنا آذن بمعنى أخبر وأعلم، ومنه الأذان. الأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة، كما قال عز وجل وأذان من الله ورسوله الآية.
فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي المبشرون، وركض رجل إليه أي وجرى وأسرع، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساعد من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبين. هنا قرينا على أن هذا الذي بشر كعب بن مالك هو من الإنس وهو رجل، ولهذا لما جاء قال نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت. يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. يعني هذا الرجل لما بشر كعبا بعدما وقع له الذي وقع أراد أن يجزيه على هذه البشارة، قال: فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى. الباء هنا باء السببية، أي بسبب بشراه كسوته هذين الثوبين، والله ما أملك غيرهما يومئذ. طيب هنا قد يسأل سؤال واحد، يقول: كيف كسى هذا الرجل كعب الرجل المبشر ثوباه وليس له غيرهما؟ يعني هل بقي عاريا؟ الحل لكن يعني هذان الثوبان كان فوق ما يستر عورته، وما لا يمكن أن ينزع ثوبيه فتنكشف عورته فيهدي هذين الثوبين من البشرة. هل هذا لا يمكن؟ يقول: والله ما أملك غيرهما يومئذ. فيه دليل كذلك وإشارة على كيف كان عيش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من خيار الصحابة، وهو من أغنى الصحابة كذلك. يعني كعب بن مالك لم يكن رجلا فقيرا، كان رجلا غنيا، لكن كانوا من زهاد هذه الدنيا. ولهذا يقول: والله ما أملك غيرهم. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأمم أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. هذه قلنا فيه استحباب بشارة المسلم، يعني إذا أنعم عليه بنعمة ظاهرة كانت أو باطنة. نعم. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. هذه الحال يعني تنبئك عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا عليه من الحب والإخاء والرحمة والتوادي. يعني كل الناس كما قال كعب، يعني الناس يتلقونه فوجا فوجا يهنئونه بالتوبة ويقولون لي: لتهلك توبة الله عليك. يقول: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يهرول أي يسرع حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله. هذه الفائدة كذلك يعني هي مذكورة في جملة من الأحاديث، وهي ما يعني في مسألة الوفاء. يعني دائما الإنسان الذي يسري إليك معروفا ينبغي لك أن لا تنساه له. وقلت هذا الأمر عليه نصوص كثيرة، هذا خلق كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام. مثلا في صلح الحديبية لما
جاء عروة بن مسعود الثقفي، وكان جاء قبل أن يأتي سهيل بن عمرو الذي كتب الوثيقة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عروة بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرى حولك أوباشا خليط أن يفروا ويدعوك. وهو يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر ملثما، فقال له أنحن نفر وندعوه؟ أمسس مضرنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عروة للنبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: هذا ابن أبي قحافة وأبو بكر. فقال: لولا يد كانت لك علي لن أجزك بها لرددت عليك أو لكلمت، ولكن هذه لتلك. يعني عمر بن مسعود مشرك، وأبو بكر صحابي ذلك، وكان بين عروة وبين أبي بكر معاملة، هذا في الجاهلية قبل الإسلام. فكان عمل أبو بكر مثلا معروفا في عروة، فذكر يقول: لولا اليد هنا بمعنى النعمة كانت لك علي لم أجزك بها، أي لم أجزك على هذه اليد ولم أكافئك. ولهذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع خديجة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي يمثل درسا في الوفاء، يعني بعدما أكثرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها: قد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا. فيقول هنا: فكان كعب لا ينساها لطلحة أبدا. يعني هذا قيام فقط من بين سائر المهاجرين، وقام يهرول وصافحه وهنأه. قال: فكنت لا أنساها. قال كعب: فلما سلمت قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. هذا بخلاف الحال الأول الذي قال: إن كنت إذا سلمت عليه يعني تبسم تبسم المغضب. والآن لما بشره قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه عادته، إذا سر استنار، أي أضاء وجهه كأن وجهه قطعة قمر. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني كنا لما في أول باب هذا الباب التوبة ذكرنا أن للتوبة شروطا ثلاثة، وقلنا إذا كان فيما يتعلق بين العبد وبين غيره من حقوق العباد هناك شرط رابع، وزاد ابن القيم شرطا خامس ألا وهو الإيمان. طيب الآن هناك شيء مكمل للتوبة، وهو أن العبد يستحب له بعد التوبة أن يتصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على كعب عمله، فقال له: إن من توبتي أي من تمام توبتي وكمالها أن أنخلع، أي أن أخرج من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، أي لا حرج أن تتصدق بالبعض الآخر. ففيه جواز هذا الفعل، أن العبد إذا أذنب ذنبا
وأخذ طريق التوبة، فمن هذه التوبة أن يتصدق لعل الله عز وجل. طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا كعب بشر بالتوبة، لكن نحن لا ندري يعني أتقبل توبتنا. لكن أقول أنا من تمام التوبة وكمالها أن يتصدق الإنسان، والنصوص في الصدقة يعني مشهورة كثيرة. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني أمسك سهمي الذي بخيبر، والباقي لا أمسكه، أي والباقي سأتصدق به صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ وعلى الثلاثة، وتمام الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي كذلك تاب الله عليه، تاب على هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ثم جاءت الآية بعد هذا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آية حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم إذا رجعتم إليهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة وعلى الذين خلفوا، ما معنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا؟ لا هذا معنى. طيب معنى الثالث وعلى الثلاثة الذين خلفوا. لا ها؟ لا أي ما معنى خلفوا عنه؟ هي كل هذه المعاني غير صحيحة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا مش تخلفوا، لا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئوا وتركوا وأخروا. خلفوا وليس تخلفوا، أي تركوا هكذا 50 ليلة حتى حكم الله فيهم. هذا معنى الآية، لأن كثير من الناس يفهموا على الثلاثة الذين تخلفوا، لا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئوا وأخروا وتركوا حتى تاب الله عز وجل عليهم. نعم، كنا خلفنا مش تخلفنا، خلفنا أي أخرنا وأرجئنا. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. صحيح، ذكره ابن القيم في كتابه الزاد، وقال انه يستحب في السفر امور منها
أن يكون السفر يوم الخميس، يعني هذه كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن يكون مبكرا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. طيب، وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم النبي عليه جلس. الصلاة والسلام كما في الصحيح في كتاب الرقاق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوله ويطلب عثراته. ولهذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي إلا ضحى في الغالب، لكن ليلا لا. إذا كان سيدخل المدينة كان يتأخر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عفوا أن لا يطرق الرجل. والطروق هو الدخول ليلا، ليس الطرق معنى هذاك الطرق، طرق يطرق طرقا أي طرق الباب، لكن طرق يطرق طروقا أي دخل ليلا. كما يقال السفر ليلا إسراء، يقال أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالذي يخرج مثلا ليلا ويسافر الليل يقول أسرى، ما يقال. وإذا مثلا كان مثلا في وقت السحور مثلا يقال أسحر. يعني هذه الأفعال بحسب، وغدا في وقت الغدو إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم